السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مالح وحلومه ومراشد داركم. وصفه اليوم كما راكم تشوفوا فيها تحليه بالليمون. وصفه سهله اقتصاديه بمقادير موجوده في كل بيت، انتعاش لا يقاوم. صدقوني رايحه تعجبكم هاد الوصفه. وبيان سور الا عجبتكم ما تنساوليش جمله الفيديو، بارطاج مع لي زامي تاعكم حتى تكبر الدار والعائله. ما نطولش الهضره بزاف، ندوزو مباشره للمقادير، طريقه التحضير وفرجه ممتعه. وصفتنا لها اليوم راح نحتاجو فيها نص لتر حليب وحبه ليمون. اول حاجه نديروها نجيبو كسرونه نديرو فيها نبشروا هذيك الحبه تاع الليمون. هذه الحبه تاع الليمون كي نبشروها حاولوا ما تدوش هذيك القشره البيضاء باش ما تجيناش المروريه في لاكريم تاعنا. وصفه هايله اقتصاديه، مقاديرها تقريبا موجوده في كل بيت. اللي ما عندهاش جبت لها البديل، بيان سور توجور كاين البديل. هنا نكمل نسكرفج هذيك الحبه كامل تاع الليمون وبالك تدو القشره البيضاء. ومن بعد واش ندير، نفرغ فوقها هذيك النص لتر تاع الحليب. شوفوا انا هذه الكميه دارت لي 4 ليفيغين، نتوما تحبوا تضاعفوا الكميه ديروا لتر حليب راح يديكم 8 ليفيغين على حسب الحجم تاعهم. هنا واش درت فارينه 2 مغارف فارينه، ما عندكش الفارينه ديري 2 مغارف مايزينا. فوالا وندير سكر حوالي 2 مغارف سكر ولا 3. انتم تتحكموا في الحلاوه تاع الكريمه ديالكم. فوالا نحركهم، فوالا نحركهم مليح. تقدروا ديروا الفلون فاني، تقدروا ديروا فلون فاني. ما عندكمش الفلون فاني ديروا الفانيلا، لا فاني. انا عندي لا فاني تاع سائله، نتوما ديروا لا فاني بودغ الى عندكم. فوالا نخلطهم بارد في بارد نحطهم فوق النار. كي نحطها فوق النار ما نغفلش عليها، نبقى نحرك حتى تشد روحها وتختار لي. وهنا راح تطلع لكم هذيك الريحه تاع الليمون. قلت لكم فيها 2 مغارف فارينه، 3 مغارف سكر، ولا لافاني. تقدروا ديروا فلون فاني، وإلا درتو فلون فاني نقصوا السكر بيان سور. فوالا نخلطها كامل حتى تبدا تختار. فوالا قلت لكم مقادير جد بسيطة جدا، موجودة تقريبا كاع في كل منزل. هنايا راني نخلط، وماذا بكم تخلطوا بالمغرفة ماشي بالفوي باش ما يطولش معكم، ما يطولش معكم في الخثارة تاعها وبالكم تتحرق لكم. شوفوا هنا كيفاش راهي. فوالا هنا بدات تشد روحها، شوفوا كيفاش بدات تثقل. فوالا ما تخافوش ما تبركس لكمش كامل الا كنتو خدمتوها مليح وهي بارده. هنا بدات تشد في روحها، نزيد لها شويه لو طون اللي تثقال شويه. فوالا وراح تجيكم بنينه، ماشي كيف درت لها الفرينه محسوب ما تجيش بنينه، صدقوني حتجي هايله. ما بالمايزينا ولا بالفارينه حتجيكم هايله. هنايا هايليك وجدت لي واش نروح ندير، وجدت لي فيغين دياولي. فوالا وجدت لي فيغين دياولي وبديت نفرخها فيهم. بعد ما نفرخها نسويهم مليح، نخليها تبرد شويه فوق سطح العمل، فوق البلون دو طرافاي. ومن بعد ندخلها للثلاجه تبرد شويه حتى تحكم روحها مليح. من جهه اخرى واش نروح ندير، هذيك الحبه تاع القارص اللي كنت سكرفشتها نعصرها باش نخدم الكريمه الثانيه او الطبقه الثانيه. هنا الحبه تاع الليمون صغيره، انا جبت لي حوالي ربع كاس. هذاك الربع تاع الكاس راح نكملو كامل ماء الكاس هذاك. شوفوا شحال جابت لي الكميه. من بعد كملت عمرته ماء. فوالا بعد ما نعمرو ماء نجيب الكسرونه ديالي ونروح نوجد الطبقه الثانيه. واش فيها الطبقه الثانيه؟ فيها هذا الكاس تاع الماء بالليمون، ونزيدوا لها مغرف مايزينا، مغرف تكون بومبي معمره. فوالا هاي لك مغرف مايزينا، ونزيدوا لها مغرف سكر. هنا درت عطر الليمون. فوالا راح يعطي لها ذوق الليمون وراح يعطي لها اللون هذاك الاصفر. شوفوا هنايا هنا تحبوا ديروا السكر تحبوا ما ديروش، انا ما درتوش.
كملت خلطت هكذا وحطيتها فوق النار، خلطت بارد في بارد وحطيتها فوق النار. شوفوا كي هذيك لاكولور اللي عطاتها لي هذيك العطر الليمون. نبدا نخلط مليح حتى يحكم روحو شويه. كي شغل راح نخدم سوبر كريم. فوالا هنا شد روحو شويه، شوفوا كيفاش راهي. فوالا نروح مباشرة نديرها فوق الطبقة الأولى اللي كانت شدت روحها مليح. نتوما خلوها تشد روحها مليح، لازم ما تكونش تترعد. انا وشنو ما خليتهاش، ما عطيتلهاش الوقت، كنت مزروبة باش نصور. الوغ كي تفرغوا الطبقة الثانية وهي سخونة فرغوها غير بالعقل. شوفوا كيفاش جا هذاك اللون الأصفر وريحة الليمون هايلة. وشتو الكمية تاع الليمون اللي درناها، ما درناش بزاف. هنايا فرغتها كامل نسويها. والتزيين بيان سور تزيين راح يكون اختياري، الجود بالموجود. دائما نقول لكم واش عندك شبحي به التحليه تاعك ولا الكاطو تاعك. هنايا عندك شونتيي، ديري دي غوزاس تاع شونتيي مع قطع من تاع الليمون. ما عندك شونتيي ديري نوات كوكو، ما عندكش نوات كوكو ديري الكاوكاو، ديري كاوكاو ايفيلي، ديري اي حاجه متوفره عندك ولا خليها هكاك اصلا راح تجيك بنينه. فوالا انا هنا واش زينتها، كان عندي كاوكاو محمص ومرحي، درت شويه وقطع من الليمون، وكنت زدت برشت شويه من قارص درتو من الفوق كمبشور هذاك درتو من الفوق. والتحليه تاعنا هاي ليك واجده في كؤوس التقديم ولا في لي فيغين ديالنا. جات صدقوني ما شاء الله انتعاش لا يقاوم بذوق الليمون، وحنا ما درناش الليمون بزاف، جات روعه. انا هنايا كنت صايمه كي خدمتها، دونك في الليل بعد ما فطرت كي ذقتها واش نقول لكم، انتعاش لا يقاوم. سورتو لي محبين الليمون، انا نموت على الليمون، اي حاجه طيبه فيها قارص نحبها. شوفوا الطبقه هذه كيفاش جاتها روعه، صدقوني روعه ما شاء الله. قلت لكم اللي ما يحبش الذوق تاع القارص بزاف يدير لها شويه سكر باش تنحى ديك الحلاوه تاعها القروصيه تاعها. وهنا ما بقى لي نقول لكم غير تهلاو في روحكم. انتظروني في فيديوهات اخرى بحول الله. ما تنساوليش جمل الفيديو. سلام.